تعالى يا طلب. مساء الفل يا زينة. مساء الخير يا اخويا. الواد طلعت فين؟ ما بيردش على الموبايل بتاعه. قال لي ان هو مسافر في شغل. شغل ايه ده اللي مسافر فيه وانا ما اعرفوش؟ ومسافر فين بقى ان شاء الله؟ برضه مش عارف. ده انا دبيت حته دين خناقه معاه في التليفون وبرضه ما رضاش يقول لي مسافر فين وعشان يتصدق. ما قالكيش خالص؟ لا. برضه الكلب ما بيردش عليا. الواد ده اكيد بيعمل حاجه وبيدبر حاجه احنا مش عارفينها. تفتكر يا زينة طلعت بيخطط لايه؟ مش عارفه. طب ادخل بدل الوقفه على الباب دي. يلا تعال. ماشي يا طلعت. الله، ما بتردش ليه يا ايهاب؟ مش دي رنة سهى؟ يا ماما هي. الله، انت مش عايز ترد عليها ولا ايه؟ بالظبط كده. في ايه يا ابني؟ وحصل مشكله بينكم ولا ايه؟ يا ستي، حصلت مشكله كبيره جدا بيننا النهارده. مشكلتي دي بقى اللي حصلت يا ايهاب. سهى عايزه ترجع تمثل تاني. الله، هي مش كانت شلت الموضوع ده من دماغها؟ استني بس انت يا فوزيه، ممكن بقى يا استاذ ايهاب تحكي لنا الموضوع بالتفصيل؟ ابدا. لقيتها بتقولي انها عايزه تمثل في مسرح الجامعه. قلت لها لا طبعا انا مش موافق. لقيتها مصممه ومش عايزه تسمع الكلام. قلت لها خلاص، يا انا يا التمثيل، وقدامك يومين تفكري وترد عليا فيهم. طب يا ابني تاخد الموضوع كده قفش كده ليه؟ الموضوع ده يا ابني واحده واحده بالراحه. يعني ايه يا بابا؟ عايزني اوافق انها تمثل؟ ايوه يا حبيبي توافق، لان البنت بتقول لك مسرح الجامعه يعني مكان محترم، حاجه كده زي مسابقات الشطرنج والبينج بونج. ما انا لو وافقت يا بابا تقولي انها عايزه تمثل بعد الجواز. يا حبيبي يبقى ساعتها يحلها الف حلال. ايوه، لان ساعتها هتبقى مراتك، يعني تقدر تحكمها. وبعدين يا ابني البنت بتطلع طاقتها في مكان محترم. انت عارف وقتها هي اللي هتقولك مش عايزه امثل. يعني انتوا شايفين يعني ان انا اوافق؟ ايوه طبعا. طبعا لازم توافق، بس لازم تستفيد درس من الموضوع دوت، انك لما تقابلك مشكله تواجهها مش تهرب منها. يلا كلمها وراضيها بقى. هي اصلا عماله تتصل. بكره بقى لما اشوفها فيس تو فيس. اقعد يا طلبه. عاوز ايه تاني؟ معلش يا باشا، في موضوع كده يعني لازم اكلم سيادتك فيه. انت ليه خليت طلعت تبقى الكوماند عليا وخليتني اشتغل عنده؟ يا باشا انا الراجل بتاعك وبشتغل معاك بقالي سنين وعمر. بقى تخلي الصبي بتاعي الرئيس عليا؟ انا فاهم شغلي كويس، مش مستنيك انت تفهمهولي. يا باشا العفو، انا ما اقصدش، بس يعني احنا كنا متفقين انه هيبقى الرئيس لفتره كده لغايه ما اخلص المراقبه اللي عليا، والمراقبه خلصت وخلاص. رجع بقى سيادتك المال المجاريه. عاوز تشتغل لحسابك يا طلبه؟ والله يا باشا لو تحب انا ما عنديش اي مانع. اوكي. احنا عايزين ندخل الكوكايين والهيروين المنطقه الجديده اللي انت ساكن فيها في 6 اكتوبر، وعايزك تركز بالذات على شباب الجامعات اللي هناك. لا يا باشا، لا البسها، لا انا ماليش في السكه دي يا باشا. لا يا باشا، ده زعلتها وحشه. ايه؟ خايف؟ سعاده الباشا انا راجل بتاع حشيش طول عمري، وارث المهنه دي، خليني في الحشيش احسن. عشان كده بقى انا اخترت طلعت يبقى الرئيس عليك، لانه ما بيخافش، بينفذ اللي بقوله له من سكات، مش جبان زيك. المقابله انتهت يا باشا، بس انا ما خدتش بضاعه وبقالي فتره ما خدتش الحقيقه. لما البضاعه تجهز المكتب هيكلمك. وحشاني يا بنت قوي، كمان وحشاني قوي. اللي حدفك علينا، انت مش كنتي عديتي الفقر وتسيختي والذهب بقى من هنا لهنا؟ اهو ده اللي انا باخده منك، القر وبس. اديهم طاروا زي ما انتي شايفه، وراجعه اشتغل من تاني. وفين المدعوق لؤي؟ سافر له يومين كده، قلت اجي اقلب عيشي واشوف ايه الجديد هنا. يعني ايه الجديد؟ احنا زي ما احنا، بس اديكي عرفتي ان هنا بيتك ومطرحك، واي مصلحه بره تبقى على الطياري. يا بنت كلي عيش، الواد السيس ده مش هينفعك، لو اتزنقتي مش هيعبرك. الكباريه محتاجك يا سوسو. يعني ايه يا ابني مش لاقيهم؟ يا باشا هم مش موجودين في بيتهم من اول النهار. هو انتوا مش متكثفين المراقبه عليهم النهارده؟ سيادتك مفيش غير انا وحميده مراقبينهم 24 ساعه، ولما روحنا نمنا رجعنا ما لقيناهمش، لقيناهم اختفوا وموبايلاتهم مقفوله. طب روح انت وانا هقول لك تعمل ايه. حاضر يا فندم. الو استاذ سطوحي. ازي سعادتك يا شريف باشا؟ الحمد لله، انت عامل ايه دلوقتي؟ كله تمام معاليك. اللي قول لي العيال اللي انت كنت شاكك فيهم جولك الكباريه تاني؟
لا يا باشا، من ساعتها لا حس ولا خبر، وانا كبرت دماغي بقى، يعني لا بسأل ولا فارق معايا. طب ماشي، وحياتك لو في اي جديد بلغني على طول. حاضر يا باشا، تحت امرك. السلام عليكم. مع الف سلامة يا باشا. غلط. انتوا عارفين المشكله الحقيقيه اللي البلد فيها ايه؟ ان مفيش حاجه اسمها عداله اجتماعيه. الطبقه الوسطى انقرضت، اختفت، وده خطر كبير محدش حاسس بيه. يعني الناس هتعمل ايه يعني؟ ما الناس طالع عينيها عشان لقمه العيش، ويا ريت عارفين يعيشوا. على فكره دي ملحوظه عامه، انا ما شفتش حد من اي طبقه مستريح، كل الطبقات بتشتكي وكل المهن كمان. انا شايفه ان الفساد اللي انتشر في البلد وفي كل شبر فيها مع الظروف السيئه اللي بيمر بيها الشباب هتخليه يختار ما بين امرين، يا اما ينحرف يا اما يثور. انا بتهيالي يثور احسن، لان انا ما اعرفش ابوظ، احنا من الاخر متربيين. صح معاكي حق، انا نفسي حاولت انحرف اكتر من مره ما عرفتش، 3 مرات تقريبا. حتى في دي فاشل؟ طب ما انا بني ادم كويس وما عنديش اي مشاكل ومش منحرف، وعندي افكار تخلي البلد دي تطلع لقدام مليون سنه، بس ما حدش عايز يسمعني. كده بقى ما قدامناش غير حل واحد، ان احنا لازم نثور. وبالمنظر اللي انتوا شايفينه ده اللي يشرح القلب، كل واحد هيوصله حقه بالتمام والكمال. يا جماعه احنا لازم نتخلص من السرقه دي كلها قبل ما الحكومه تاخد خبر ونتحبس كلنا. مخك على قدك، حكومه ايه يا بني ادم؟ كان زمان. ايه يا ابني انت مفيش خالص؟ انت ناسي ان احنا متراقبين؟ كنا متراقبين، قلت لكم 100 مره ان موضوع الحكومه والمراقبه ده كان زمان وجبر. يا سلام لو الذهب ده يتحول لفلوس. قصدك حد يشتري يعني؟ لازم العمليه دي تتم بهداوه عشان ما نتشمش. وانا عندي الحل يا حلو. طب ما تقوله انجز واخلص. طب ماشي، واحده واحده عليا. فتحوا مخكم معايا. ها البص ممكن ياخد الحاجه دي وهيكيش، بس على شرط نعمل له ديسكاوي. نعمل له اللي نعمله له، المهم يدينا فلوسنا كاش في ايدينا. حلو قوي، يبقى انت تروح تتفق معاه وتظبط كل حاجه قبل ما نروح احنا بالحاجه. ماشي يا ستي، بس انا جعان جعان قوي. العيال بس تجيب الاكل ونقعد ناكل كده لقمه مع بعض وهروح. بس اقول لكم على حاجه، الحاجه بتاعتي انا عاددها وعارف عيارها ووزنها، لو قل حاجه هقل منكم. دهب محل كامل؟ وده يطلع كام كيلو ده؟ والله يا باشا انا ما وزنتوش، بس هو يجي له كده شنطتين كبار. طيب هاتوا بكره معاك يا عم طلعت، وانا هجيب خبير يتمنهم وهديك شيكك وانت قاعد.
معلش يا باشا ما تاخذنيش، اصل انا معايا شركات وما بيحبوش موضوع الشيك ده، يحبوا الفلوس على بعضيها. خلاص يجي بس الخبير يشوفهم وهديك فلوسك كاش يعني. ربنا يخليك لينا يا باشا، مش عارف من غيرك نعمل ايه. معلش يا باشا كان ليا طلب اخير. ايه ده؟ بس العيال صحابي مش مأمنني، عايزين يجوا معايا يحضروا التسليم والتسلم. وماله؟ تخليهم يجوا. وماله؟ ايه؟ عشان هيعرفوني؟ مش مشكلة، أنا أعرف عنهم كل حاجة. ايه ده؟ ايه ده؟ كل دي قضايا اموال عامة، ايه ده؟ ملايين ومليارات بتتسرق كل يوم. هو الاعلام مركز على كام قضية كده على الوش ودوشنا بعصابة ال6 مليون وسايب الحاجات المهمة دي؟ مهمتنا ان احنا ندافع عن الظالم والمظلوم، الاحتراف المهني كده. قولي لي لؤي ما جاش ليه؟ والله مش عارفة اقول لك ايه، معرفش. كلمتيه تاني؟ لا ما ينفعش يا فيري، لازم تكلميه، لازم تتابعيه، لازم يعرف ان احنا مش ناسيينه ومهتمين بيه. حاضر حاضر يا حبيبي، حاضر هكلمه. شروتي اتأخرت كده ليه؟ زمانها على وصول. اهي جت. شيرو حبيبة ماما، مالك؟ شيروات، شيرو قومي شوفي مالها، قومي. شيروات انت بتعيطي؟ شيرو في ايه يا حبيبتي؟ مالك؟ مالك مامي؟ بليز يا مامي سيبيني لو سمحتي دلوقتي، مش قادرة اتكلم. لا مش هسيبك، انت بتعيطي بجد. ايه ده؟ ايه ده؟ قولي لي يا حبيبتي ايه اللي حاصل؟ مش انا مامتك حبيبتك وصاحبتك؟ هو رامي الوحش صح؟ حصل ايه؟ رامي هيسافر امريكا يا مامي، هيسافر ويسيبني. قلقتيني، هو ده الموضوع. هيسافر؟ بصي يا شروت، انت لسه صغيره، بكره لما تتخرجي يا بنتي ولما تكبري وتتجوزوا تبقي تحصليه وتروحوا انتوا الاتنين لامريكا. رامي خلاص يا مامي مش عاوزني، رامي فشكل معايا خلاص. يغور في 60 داهيه. رامي ايه ده؟ انت شروت بنت فريده. مامي انت مش فاهمه حاجه، مش فاهمه حاجه. بصي لي كده، ايه اللي مش فاهمه حاجه؟ هو في ايه؟ مش انا مامتك؟ مش انا حبيبتك؟ بصي يا شروت، اي مشكله يا بنتي ممكن تقوليها لي وانا هقف جنبك وهساعدك. قولي لي، هو حصل حاجه بينك وبين رامي؟ هو حصل حاجه بينك وبين رامي؟ ما تقولي، ما تتكلمي. حصل؟ اعمل فيك ايه؟ قولي لي بس، اعمل فيك ايه؟ قولي لي بس اعمل فيكي. بتبصيلي بتعيطي دلوقتي، بتعيطي. ما كنت تعيطي قبل ما تعملي اللي انت عملتيه انت ورامي. لا، والسافر المنحط ابن الكلب عمل عملته وسافر. انا مش هسامحه ومش هسامحك. مش هسامحك. يا مامي مش مهم تسامحيه هو، المهم تسامحيني انا. انا اسفه. تعالي يا حبيبتي، تعالي. حلا. في ايه يا فريدة مالها؟ مفيش ازاي؟ هي بس كده مشكلة مع صاحبتها في الجامعة. ايوه مشكلة ايه؟ ما تشغلش بالك بقى يا فؤاد. ما اشغلش بالي ازاي يا فريدة؟ دي زي بنتي، مش كفاية اخوها اللي احنا مش قادرين عليه؟ أنا تعبانة. تصبح على خير.